عمي هاي قدام كل المشاهدين، أنا قابل أتزوج بنتك الصغيرة بعقد شرعي، أتزوج بنتك الصغيرة وأفخذها. قابل تزوجني إياها وكون أنت قدوة، خلي يقولون والله شوف أول المدافعين والمضحين شيخ عمار نطى بنته بعقد شرعي وزواج شرعي حقيقي للإعلامي قحطان عدنان، وهي قاصر بس ماكو مشكلة أنه يفخذها. الظاهر أنك مصر على تكرار هذا السؤال وعلى هذا الاتهام. أنا قلت أنا لا أقبله لا لنفسي لا لبناتي ولا لبنات غيري، وأن من يفعل ذلك فما هو إلا شخص قد غلبت غريزته الحيوانية على عقله. ولكن بما أنك مصر فأقول لك يا قحطان، أنا سواء كنت أؤمن بذلك أو لا أؤمن به، وأنا لا أؤمن به، ولكن أنا شخصيا لو جئتني للزواج من بنتي الكبيرة أو الصغيرة بعقد دائم أو غير دائم، فأنا لا أتشرف بأن أزوجك إحدى بناتي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وأنت لا دين ولا أخلاق، لذلك لا أتشرف بتزويجك لا من بنتي الصغيرة ولا من بنتي الكبيرة ولا من حتى بنت الجيران.